الدجاج الأسود الأندونيسي أحد أغلى وأغرب أنواع الدجاج في العالم بسبب نظرته وشكله الذي لا يشبه أي نوع آخر من الدواجن. يتميز هذا الطائر بكونه ذو لون أسود بالكامل من ريشه إلى لحمه وعظامه. يستخدم أيام سيماني في الطب التقليدي، كما يخصص للنساء الحوامل في إندونيسيا لاحتواء لحومه على نسبة عالية من الحديد. إضافة إلى كونه طبق شهي يقدم بشكل خاص في المناسبات مثل حفلات الزفاف باعتباره رمزاً للقوة والثراء. هذا النوع من الطيور غالي جداً، يفوق ثمن الأبقار والمواشي، إذ يقدر ثمن الديك الواحد بحوالي 2500 دولار أمريكي، وذلك بسبب ندرته واستخدامه منذ القديم من طرف العائلات الغنية وخاصة في آسيا. ديك فينيكس طائر ناذر طول الذيل من الأنواع الفاخرة للزينة. هذا الديك يتراوح طول ذيله ما بين 3 إلى 11 متراً. يحتاج إلى عناية فائقة ولا يحتمل درجة البرودة. ثمن بيض الأنثى باهظة الثمن. الديك المنتوف الإسرائيلي أفيغدور كوهانر، أستاذ في كلية علم الوراثة الزراعية في الجامعة العبرية في الدولة المحتلة فلسطين العربية الإسلامية، بعد أن أمضى 25 عاماً في الأبحاث الوراثية والتلاعب بالجينيات الطبيعية للدجاج، استنتج هذا الأستاذ دجاج بدون ريش ملابس الدجاج. فقد استطاع هذا الصهيوني تجريد الدجاج من ملابسهم لجعلها تلائم أحوال الطقس مع سرعة وكثرة الإنتاج من أجل الربح المادي، تماما مثل الفكر الصهيوني لتجريد النساء من ملابسهم لصناعة السينما للربح المادي السريع.